يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح السعادة، يا صباح المدارس. شايفين بقى يا جماعة، عملنا العيش الفينو احلى كتير كتير من بتاع بره، بالرغيف رغيف، مش العيش اللي عامل زي العصا اللي احنا بنجيبه ده. بصوا التسوية حلوة ازاي، بصوا العيش من جوه عامل ازاي، بصوا قد ايه طري. والله العظيم لو حد مش شايفك وانت بتعمليه هيقول ان انت شارياه من بره. يلا بينا نشوف عملناه ازاي بطريقة سهلة وبسيطة، وعملنا العيش زي ما احنا عايزين. هي نص كوباية من اللبن، ممكن نستغنى عنها ونحط ميه مفيش مشكلة. ضفنا عليها معلقة كبيرة مليانة من الخميرة ومعلقتين كبار من السكر، واحدة خميرة واتنين سكر، ونقلبهم ونسيبهم على جنب لحد ما الخميرة بتاعتنا ما تخمر. تمام. نيجي العجين بتاعنا بقى، معانا نص كيلو من الدقيق، عليهم نص معلقة صغيرة من الملح. هبتدي ان انا اشغل العجان عليهم كده او اعجن بايديا مفيش مشكلة. هنزل بالحليب والخميرة والسكر وربع كوباية بس من الزيت، ربع كوباية فقط من الزيت للنص كيلو. وهبتدي احط ميه بالتدريج كده زي ما انتم شايفين واعجن. اه تمام. انا مش عايزه العجينه قاسيه، عايزاها طريه طريه وبتلزق. بتلزق، انا بقول بتلزق يا جماعه، يعني العيش الفينو عجينته تكون طريه وبتلزق عشان يطلع معاكي هاشش. تمام. هتشوفي كل حاجه معايا خطوه بخطوه. والله العظيم والله العظيم احلى من اللي هتشتريه من بره. اول ما شغلنا الفرن الولاد بقوا يقولوا ايه ده، في ريحه عيش فينو. ريحه العيش الفينو الطريقه دي مظبوطه 100%. العجينه سهله قوي قوي قوي، مكونات بسيطه جدا قد تكون متوفره في كل بيت زي ما انتم شايفين. شايفين بقى العجينه عامله ازاي، بتشبط في ايدينا، انها مش سايبه خالص بس بتشبط في ايدينا، بتلزق في ايدينا. ابتدي ان انا اكورها. شايفين العجينه عامله ازاي، ميه اهو. كل العجينه ما كانت طريه، كل العيش ما طلع معاكي ناجح جدا. هنسيبها على جنب نص ساعه، نص ساعه بس فقط لا غير. هنغطي بكيس، لازم كيس او بلاستيك ريب، ونسيبها لمده نص ساعه. بعد نص ساعه شايفين ما شاء الله، هنبتدي بقى ان احنا نرش رشه من الدقيق ونطلعها من البوله بتاعتنا. شايفين تلزق، كل شويه اقول لكم بتلزق بتشبط. هبتدي ان انا اكورها كور صغيره. حاولي تصغري الكرة على قد ما تقدري عشان احنا مش عايزين العيش بتاعنا يطلع مكتوم. تمام. فكل ما صغرت الكرة، وعشان طبعا احنا هنلفه فما يطلعش معاكي مكتوم، يطلع معاكي هش وجميل. فهبتدي ان انا اكورهم كده زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم ان النص كيلو عمل معانا 15 رغيف. 15 رغيف. طب انا اشتريهم من بره اوفر، ما اوديه بكام وحطيت بكام؟ لا والله، ال 15 رغيف من ابو الرغيف ب2 جنيه، عشان في رغيف بجنيه وفي رغيف ب2 جنيه. اللي احنا عاملينه من ابو 2 جنيه، يعني ال 15 رغيف ب30 جنيه. انت هتعمليهم بكام؟ ب10 جنيه. كورناهم وغطيناهم كده، وابتديت ان انا افردهم كده زي ما انتم شايفين. شايفين. وبعد ما فردتها ببتدي بقى من الجنب بلفها رول كده. شايفين. مفيش اسهل من كده ولا ابسط من كده، والله العظيم تعملي كمية وانتي قاعدة. تمام. كل اسبوع اعملي اللي هيقضيك الاسبوع. عارفين طبعا ان النص كيلو بيعمل 15، طب انا بيقضيني في الاسبوع 30 رغيف. طب انا هعمل كيلو دقيق واحطه في التلاجة في الفريزر واطلع وقت ما انا عايزه. تمام. ببتدي ان انا اقفله كويس جدا 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 زي ما انتوا شايفين، عشان لما يخمر وينفش ما يفتحش معايا. عايزه اقول حاجه، الغلطه اللي انا غلطتها هنا ان انا ما دهنتش الصاج بتاعي. لازم تدهني الصاج بتاعك بشويه من الزيت، ولو هتعملي في ألمونيا يفضل انك تدهنيها بالزيت. تمام. لان الصيجان غير الألمونيا، فادهنيها بالزيت اهو. ابتديت اجيب واحده غيرها وابتدي الف. شايفين هو رفيع ازاي؟ اول ما هتيجي تعمليه هتقولي هو ده عيش فينو، ده رفيع مش عارفه ايه ده شكل عيش فينو. بس قفلوه من الجناب وخلوه متساوي وخلوا شكله حلو. وسيبي مسافه كبيره قوي ما بين كل واحده والتانية، مسافه كبيره قوي ما بين كل واحده والتانية. ليه؟ عشان هيخمر وهينفش كده، وفجاه هتلاقيه كبر ما تعرفيش ازاي. تمام اهو. بفردها وبعدين بلمها، بقفل الحروف كويس جدا 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 جدا، وارولها كده حبه بس ان انا ايه اظبطها اهو، عشان كلها تبقى مقاس واحد، مش حته تخينه وحته رفيعه. وبلف بحط في الصاج بتاعي. طبعا بملى الصاج بتاعي وبعدين بغطيه وبسيبه لمده ساعه، ساعه ونص، لحد ما يخمر معايا على حسب الجو اللي عندك. اهو شايفه. رول لفي لفي لف. قفليه كويس وقفلي من الجوانب اهو. شايفين حلاوة وجمال.
ولا هياخد منك وقت ولا مجهود اهو. مفيش اسهل من كده. عايزه اقولك تقدري تحطي عليه سمسم وتقدري تفتحيه بالسكين زي ما انتي عايزه. بس بصراحه ما كانش عندي سمسم فما قدرتش ان انا انزل اجيب فعملته ساده. تمام اهو. شايفين بعد ما خلصت الصاج شايفين سايبه مسافه ما بينه قد ايه؟ شايفين المسافه ما بين كل واحد وواحد قد ايه عشان ما يمسكش في بعض. بنغطيه وبنسيبه على جنب. وخلصنا كل الكميه بتاعتنا وغطيناه لمده ساعه، ساعه وربع، ساعه ونص. اول ما تشوفين نفش بالشكل ده شغلي فرنك ويلا نخبز مع بعض. شايفين شكله عامل ازاي؟ ما شاء الله لسه مدخل الفرن هيكبر كمان. الفرن شغلته على درجة حرارة 200، على درجة حرارة 200 بدخله في الرف اللي في النص. وبعد 5 دقايق بشغل عليه الشواية. لو فرنك حامي يعني لو فرنك مش محتاج ان انت تشغلي الشواية خلاص خليه على 250. بدهنه بحبة لبن كده زي ما انتوا شايفين عشان ياخد اللمعة الحلوة دي. تقدري زي ما قلت لك في المرحلة دي ترش على وشه شوية سمسم. ولو انت حابة ان يكون في فتحات كده زي العيش بقى اللي هو ايه الهاي ده تقدري، انما ده العيش الفينو العادي بتاعنا. تقدري تجيبي موس او سكينه حاميه وتعملي فيه خطوط كده زي ما كنت انا عامله في القرص قبل كده لو شفتوا الفيديو بتاع القرص. وترشي عليه شويه سمسم بعد ما تدهنيه بالحليب. تمام ان شاء الله اعمل لكم فيديو جديد. انا كل اسبوع بعمل العيش الفينو وبحطه في الفريزر للولاد. انضف ومغذي ومتحكمه في الرغيف بدل الرغيف اللي مش بيبان نعرفش نحط الحشوه فيه اللي بنجيبه من بره. تمام اهو. يلا بينا على فرن مسبق التسخين وبيطلع معانا بالجمال ده. بص الحلاوه. اول ما بيطلع معانا من الفرن الله اكبر. اول ما بيطلع بنرشه بالميه وبنغطيه. تمام لحد ما يرد معانا تاني اهو. ده اللي كان طالع من قبليه. بصوا شكله عامل ازاي، قد ايه طري، قد ايه لونه حلو قوي قوي. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه. شايفين التسويه عامله ازاي؟ ما شاء الله تبارك الله. الناس هتقول الفرن مش عارفه ايه. ينفع في الفرن الغاز، في فرن البوتاجاز، في فرن كهرباء، اي فرن موجود عندك كله شغال. شايفين قد ايه طري، قد ايه. بصوا شايفين الفرق ما شاء الله تبارك الله. حلو جدا يا جماعه والله العظيم. جربوه هيعجبكم ان شاء الله. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش لايك وشير وكومنت حلو زيكم. تعالوا يلا نشوفوا قلبه من جوه عامل ازاي. لا هنا بقى احنا عايزين تسقيفه. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه. والله العظيم احنا نقدر نعمل المستحيل في البيت بس احنا اللي بنوفر صحتنا وبنستسهل نشتري من بره. تمام شايفين شكله عامل ازاي؟ زي ما قلتلك تقدري تحطي عليه سمسم من بره وتقدري تفتحيه بموس او سكينه حاميه انه يبقى فيه مخطط كده وعليه السمسم بيبقى جميل جدا. ان شاء الله اعمله معاكم في مره تانية وانا بعمل للولاد كده لان بعمله طبعا زي ما قلت لكم كل اسبوع فهوريه لكم في مره تانية. شايفين الحلاوه، بصوا الجمال. شفتوا قلبه من جوه فاضي ازاي وجميل ولا مكتوم ولا اي حاجه. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي. عم دراسي سعيد.